ازيكم عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي شفت فيلم ذا فلاش عارف ان انا اخرت اتفرج عليه، بس طبعا اتفرجت عليه وحابب اقول لكم عن رايي الشخصي فيه. بس قبل ما نخش وقبل ما نعرف قبل اي حاجه لازم نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى فيسبوك بيج وفولو على تيك توك، ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رايي في فيلم ذا فلاش. احداث فيلم ذا فلاش بتبتدي بشخصيه باري الين اللي المفروض امه بتتقتل وابوه بيتهم في جريمه قتلها، او بيبقى حابب يعني اللي هو يرجع عشان يمنع الموضوع ده كله. فهل يا ترى هيقدر ولا مش هيقدر؟ السؤال الاهم ايه اللي هيواجهه وايه اللي هيحصل؟ ده اللي بنعرفه من احداث الفيلم. ذا فلاش هو يعتبر فيلم اكثر انتظارا السنه دي. ليه؟ لان الفيلم كان اتعرض لوقفات كتير ووقف كتير وفتره طويله يعني. عموما الفيلم حلو ولا لا؟ الفيلم عجبني جدا ناحيه التمثيل. إزرا ميلر كان عامل دور حلو، بعيدا عن هو ناس كتير ما بتحبوش وكده، بس انا بتكلم عليه كممثل في الفيلم كان عامل دور كويس. الاخراج كان حلو، اندي موشيتي عامل اخراج يعني جميل جدا. الراجل ده عمل 3 افلام، فيلم اسمه ماما يعني ما شفتوش الصراحه، و8 شابتر 1 كان فيلم حلو، و8 شابتر 2 كان فيلم حلو جدا برضه. فبتفرجوا على الافلام دي يعني لو انتم ما شفتوهاش يعني ممكن حد يسالني دلوقتي الافلام اللي انا اشوفها عشان اشوف ذا فلاش، هقول لك فيلمين مهمين لازم تبقى شايفهم: السنايدر كات جاستس ليج ومان اوف ستيل. هتيجي تقول لي طب انا شفت الفيلمين اخش الفيلم؟ لا، ما برضه لازم يبقى عندك شويه باك جراوند على افلام دي سي يعني، انت مش داخل كده يعني. دي الفكره يعني. الكاميوز اللي كانت موجوده كانت لذيذه. عموما انا عجبني ان دي سي خدت مخاطرات مش هتلاقي يعني في الفيلم ده بالذات. يعني في الفيلم ده لما تتفرج عليه هتلاقي ان في مخاطره اتخذت في الفيلم ده مش زي اللي تتاخد في اي فيلم في مارفل ستاند الون. طبعا اللي اتفرجوا على الفيلم فاهمين انا قصدي ايه، بس انا مش هقول عشان ما احرقش يعني. دي حاجه. الحاجه التانيه، الناس اللي بتقول ان يعني المشهد الاول ما كانش السي جي اي بتاعه حلو، يا جماعه واحنا ليه بنركز قوي ان احنا نطلع الافلام مش حلوه؟ يعني ليه بنركز قوي على اللي هو ايه، اي فيلم لازم لا بس في كذا مش حلو؟ واحنا ليه بنبص دايما على الحاجه اللي ما عجبتناش؟ يعني طب ما نبص على الحاجه الحلوه اللي في الفيلم، يعني ده الاهم، نبص على الحاجه اللي عجبتنا في الفيلم. وبعدين اللي ما عجبناش ده حاجه لا تذكر يعني، حاجه ملهاش لازمه، حاجه يعني ما تفرقش لا في قصه ولا في درامه الفيلم ولا في اي حاجه خالص. انا بقول لكم كده عشان يعني في افلام انتوا بتقولوا عليها انها افلام عظيمه، انا ممكن اطلع لكم فيها لستة غلطات يعني. ف يعني بلاش النقاش ده يعني، مش ملوش حل يعني. فعموما اوفرول الفيلم حلو، فيلم جميل جدا، بتفرج عليه لو انتم مشفتوهوش. اريكومند الفيلم ده لاي حد يعني بيحب دي سي يعني زي كده، عايز يتفرج على افلام ليها يعني اتفرج على الفيلم ده. وتقييمي ليه هو 9 من 10. فيلم ممتع جدا، عجبني جدا، اتفرجوا عليه وقولوا لي تقييمكم كام من 10. اتمنى في الاخر يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى فيسبوك بيج وعلى تيك توك. باي باي.